ثم تنهد وقال: يقول أحد السحرة: كنت أرسل الجن لأشخاص لكي أسحرهم، فبعض الأشخاص أسحرهم بسرعة وبسهولة، والبعض أرسل لهم الجن فيعودون ويقولون: نسمع صوته ولكن لا نراه، والبعض أرسل له الجن فيقولون: رأيناه من بعيد ولكنه ضاع علينا. وأما بعض الأشخاص أرسل لهم الجن ليسحرونهم فيعودون الجن ويقولون: لم نجد. ثم أرسل الجن المعدة فيعودون المعدة ويقولون: لم نجد. ثم أرسل له العفاريت وهم أقوى الجن فيعودون ويقولون: ضربنا مشارق الأرض ومغاربها ولم نجد هذا الشخص. فأقول لهم: كيف لم تجدوه وأنا رأيته في بيته أو في عمله أو بمحل كذا وكذا؟ فيقولون: ذهبنا ولم نجده أبدا. يقول الساحر: بعد أن تبت لله توبة صادقة عرفت أن الأشخاص تختلف باختلاف تحصيناتهم وأذكارهم وطهارتهم، فمنهم من لا يتحصن ولا يقرأ الأذكار وقليل الوضوء وهذا يكون ازدياده سهل، ومنهم من يتحصن أحيانا وينسى أحيانا أو يقصر في صلاته كالفجر مثلا، وهي تعتبر أكبر الحصون ضد الجن، وهذا النوع يسمع صوته ويكاد أن يروه. وأما الأشخاص الأكثر تحسينا بأذكارهم وفجرهم وقراءتهم ووضوئهم الدائم فلا يجدونهم في الأرض كلها ولن يروه حتى وإن سكن بينهم. وسبحان من قال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الحكمة: لا تترك صلاة الفجر والأذكار أبدا، وليكن لك نصيب من القرآن قراءة أو استماعا، فهما سلاحك ضد شياطين الجن والإنس يوميا، فاحذر أن تواجه عدوك بدون سلاحك فتهلك. سلام عليكم.